ازيكم شباب؟ النهارده معانا اول قصه. لو اتفرجت على الفيديو للاخر وعجبك يا ريت تشاركنا بكومنت يساعدنا في حل المشكله، ولو عندك مشكله تقدر تبعت لي على الانستجرام، برد على الكل وبتواصل معاكم. النهارده معانا بنت حكت قصتها، قالت ان هي على علاقه بشاب، علاقه استمرت 7 سنوات. قالت ان العلاقه كانت كويسه جدا، كانت ماشيه تمام، حلو معاها كل حاجه. جه فتره معينه واتغير معاها، اتغير بقى رأسا على عقب، اتغير من كل الاتجاهات. سألته، اتكلمت معاه، قالت له مالك، فيك ايه، صارحني واجهني. قال لها الحقيقة انا محتاج اخد بريك من العلاقة. فالبنت بتقولي انا رديت بكل هدوء وقلت له يعني ايه بريك من العلاقة؟ قال لها يعني انا محتاج اخد بريك، احدد اذا كنت هقدر اكمل واخد خطوة، ولا اذا كنت انا اصلا مش عايزك ومش بحبك. الحقيقة ان رد البنت قتلني. قالت له ماشي وانا هستناك. طيب لحد هنا هي تمام، معرفش تفاصيل اكتر من كده. اللي اعرفه ان هي قالت لي انا محتاجه رايك، انا محتاجه رايك في اللي حصل ده. اولا انا محتاجه رايكم انتوا قبل رايي انا. لو رايي انا شخصيا، فانا لو مكانها، انا لو مكانك مش هسمح ان هو يقول لي انا محتاج اخد بريك، انا محتاج ابعد. لا، في 60 داهيه، في 60 داهيه العشره، طز في العشره. كرامتي واحترامي لنفسي قبل ليك. انا شايفه ان انا لو حاطه نفسي مكانك في الموقف ده، انا كده بتهان، انا كده بيتقل مني. 7 سنين ومحتاجه اخد بريك، يبقى انت ولا اي حاجه في حياته، انت بالنسبه له ولا اي حاجه. لان ده لو فعلا بيحبك بايده وبسنانه عشان بس ياخدك، عشان بس يتقدم. فانا رايي ان ده اصلا كان اتبلك وكان اتمسح من حياتك اصلا. قال لك انا محتاج بريك، لسه بتسمعي بريك في 60,000 داهية. ما تلزمنيش وخلصت. محتاجه رايكم في الكومنت وقولوا لها هتعمل ايه.